السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم وعلينا يا رب، اللهم آمين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. إن شاء الله هعمل معاكم النهاردة الجلاش بالكاستر، شوكولاتة أو بمهلبية الشوكولاتة. أنا كنت عاملة معاكم قبل كده على القناة الجلاش بمهلبية البيضة، بس كانت في صينية اصغر من ديت، وكانت بلفة جلاش واحدة. هنا زي ما انتوا شايفين اهوت الجلاش مورق وبلون دهب جميل زي ما انتوا شايفين اهوت، وطعم جميل جدا. لو جربتها على طريقتي ان شاء الله هتعجبك. بسم الله الرحمن الرحيم. دول لفتين جلاش، وهنا دولت 6 معالق كاستر شوكولاتة، معلقة هرمية، واربع كوبايات لبن، وهنا ديت 4 معالق كريم شانتيه، كوباية سمنة نصها بلدي ونصها سمنة صفرا، ودي قشطة من على وش اللبن. وهنا والشربات كوبايتين مية وكوبايتين سكر، عشان الشربات الجلاش او الكنافة بيبقى عاوز شربات تقيل. هنا الكاستر انا حطيت عليه كوباية مية زي ما انتوا شايفين، وهقلبه كويس لحد ما يفك معايا خالص وميبقاش فيه تكتلات. وحطيت عليه كمان ال4 معالق كريم شانتيه، بس الكاميرا ما كانتش بتصور. هنا بعد ما اللبن غلى انا حطيت عليه الكاستر، ولازم ايدي تبقى بالمضرب اقلب على طول عشان ما يبقاش المهلبيه فيها تكتلات. هنا انا حطيت معلقه سكر واحده، لان اصلا المهلبيه بتاعه الكاستر بتبقى بتاعه ماي واي بيبقى فيها سكر، فعشان كده انا حاطه 6 معالق على 4 كوبايات لبن. وهنا كده انا حطيت القشطه وقلبتها كويس زي ما انتوا شايفين اهوت، وقلبتها بالمضرب كويس لحد ما ساحت. وهنا اللي اعرف منين المهلبيه استوت ان هي بتعمل فقاقيع زي ما انتوا شايفين. هنا كده انا جبت اول لفة جلاش. هنا الصينية ديت مقاس 36، عشان لو حد حابب يعرف مقاس الصينية. هنا انا بجيب كل ورقتين مع بعض واحطهم في الصينية، احط تلتينها في الصينية والتلت بره، عشان لما اجي احط المهلبية هاتني الحروف دي عليها لجوه. ولازم تكون السمنة معاكي سايحة، ما تبقاش جامدة، عشان كل ما تكون سايحة معاكي مش هتاخد معاكي سمنة اكتر وانت بتلفي وانت بتحطي الورق جلاش، وما تبقاش دسمة قوي، وفي نفس الوقت هتبقى معاكي مورقة. هنا كده انا حطيت في الاربع جوانب، الاربع جوانب الصينية كل ورقتين على جنب. وبعد كده احط كمان بحط سمنة طبعا ما بينهم زي ما انتوا شايفين اهوت. وهنا كده حطيت ورقتين في الارضية كمان، عشان يبقى الطبقات كلها تبقى زي بعضها، ما تبقاش قطعة من الجلاش فيها جلاش اكتر من القطعة التانية. هنا كده انا خلصت لفة الجلاش الاولانية زي ما انتوا شايفين اهوت. هفتح بقى لفة الجلاش التانية واخد منها بردك ورقتين واوزعهم على حروف الصينية. هاخد حوالي نص لفة الجلاش التانية اوزعها على الحروف الصينية زي ما انتوا شايفين اهوت، واحط ما بينهم سمنة. ولازم زي ما انا قلت لكم السمنة تكون سايحة معاكي. لو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسينيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. المهلبية هي كانت دافية، مش سخنة مولعة، بس عشان الكاميرا مبينة ان هي بخار، بس عشان الدنيا ساقعة، كانت الدنيا ساقعة في المطبخ وكده، وهي مطلعة بخار عشان انا قلبتها. هي بتبقى دافية بتبقى احسن معاكي، بتعرفي تفرديها بسهولة. لو هي جامدة معاكي شوية ومش بتفردي مش عارفة تفرديها، المعلقة او الديولة ادهنيها بفرشة فيها سمنة بلدي كده، افردي بيها المهلبية، مش هتلزق في المعلقة وتتفرد معاكي بسهولة. هنا كده انا مسكت الجوانب كلها اللي بره بتاعت الجلاش، تنيتها على المهلبية. بعد ما اتنيها هحط بينهم بردك بين الطبقات زي ما انتوا شايفين بالفرشة السمنة، بس عشان ما تاخدش معايا سمنة كتير من الاول، لان انا احط بين الطبقات واحط كذا طبقة على بعضها. لا انا بحط كده ما بينهم، كده بتبقى يعني اخفف السمنة، وتبقى الجلاش مورق في نفس الوقت، وفي نفس الوقت سمنته قليلة. هنا كده بحط ورقتين احطهم من جنب الصينية من هنا، والتانية احطها يعني من عند الحرف، بحيث ان انا اغطي الوش كويس، ان هو يبقى فوق الوش يبقى زي الارضية نفس سمك الجلاش. وهنا زي ما انتوا شايفين اهيت بحطها بظبطها عرض او طول، ان هي بحيث ان هي تاخد اعرف اتنيها من الجنب ده ومن الجنب ده، بحيث ان انا كده حطيت على كل طبقة
طبقة سبت منها جزء من فوق، وطبقة سبتها جزء من تحت، وبحط عليها ايه السمنة زي ما انتوا شايفين. انا كنت عاملة معاكم قبل كده الجلاش بالكريمة البيضة، هسيبهولكوا في علامة الاي او في صندوق الوصف. اللي مش عارف صندوق الوصف فين، صندوق الوصف لو ضغطت على العنوان بتلاقي الفيديوهات تحت في صندوق الوصف، كل الحلويات اللي انا عاملاها قبل كده. عامله معاكم حلويات كتير حطها لكم في قوام التشغيل. انا عامله قوام تشغيل للحلويات والاكلات الشتوي والتخزين. لو حابه تدخلي بس يعني من على القناه كده، اضغطي على صوره القناه هتلاقي قوام التشغيل كلها. ظبطت الصينيه ان هي تبقى الورق بتاعها مظبوط من فوق. هنا كده انا مسكت السكينه ودهنتها بالفرشه بسمنه عشان اما اجي اقطع ما تلزقش معايا من المهلبيه. هنا انا قطعتها الاول نص وبعد كده قطعتها ربع. ممكن انت تقطعها مثلثات او مربعات زي ما انت عاوزه، بس انا عشان الصينيه هنا كبيره المثلثات هتبقى رفيعه قوي وطويله، فانا قطعتها مربعات. قبل كده كنت انا عامله الصينيه معاكم مقطعاها معاكم مثلثات، لو انتوا حابين تشوفوها هتلاقوها في صندوق الوصف او في علامه الاي. هنا كده قطعتها كده مكعبات زي ما انتوا شايفين اهيت. لو لسه معايا لحد دلوقتي متنسونيش باشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. والف شكر للي بيعلقوني التعليقات الجميله اللي بتفرحني. ربنا يفرحكم زي ما بتفرحوني يا رب بحق الايام المفترجه ديت. والف شكر لكل اللي بيعلقولي. انا نفسي الناس اللي بتشاهدني بيبقى مثلا المشاهدات متبقاش قد اللايكات، ما تنسيش اللايك، لان اللايك ده هو اللي بيعلي الفيديو عندي، بيخلي اليوتيوب يقترحه من ضمن الفيديوهات المقترحة. فبعد اذنكم ما تنسوش اللايك. طبعا انا ببقى مسخنه الفرن على حرارة 180، ببقى فاتحه الفرن بس مش الشواية، وبحطها في النص وبفتح المروحة. لو انت ما عندكيش مروحة والجلاش خد لون من تحت، افتحي الشواية ياخد اللون الذهبي من فوق. هنا طبعا الشربات ساقع زي ما انتم شايفين والجلاش سخن.